السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم. كنتمنى إن شاء الله من كل قلبي تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتشاهدوا معايا هذا الفيديو حيت اليوم جبت لكم واحد الشكل ديال الحلوى اللي كيجي لذيذ وسهل وماهر وبدون فرن وكيتوجد يعني في أسرع وقت. غادي نبداو بسم الله على بركة الله. هنايا عندي البسكوي مطحون يعني قيطاس مطحونه. بالنسبه للغراموس غادي نخلي لكم في صندوق الوصف. وهنايا غادي نعطيكم عندي 100 غرام ديال البسكوي مطحون، يعني واحد الكميه مثلا الا عملتي زلافه يعني عامره غادي تكمل زلافه عامره. انا هنايا عندي واحد النص ديال الزلافه بالحق راك عندي كبيره. وهنايا عندي نفس الكميه اللي عملت ديال البسكوي غادي نعمل الكميه ديال اللوز او الكاوكاو اللي عندكم نتوما. عندكم الكاوكاو يعني غادي تحمروا واحد شويه وغادي تهرمشوا على هذا الشكل هذا. اذا عندكم اللوز يعني اللوز عاوتاني نفس الشيء غادي تحمروا وغتهرمشوا على هذا الشكل هذا، خليوه يكون مهرمش. وهنايا عندي 2 معالق كبارين ديال الكاكاو المر. غادي نخلطوا هذا الشيء هكذا وغادي نجمعوا العجين ديالنا بالشوكولات ديال الدهن. غادي نعمل هنايا 3 ديال المعالق يكونوا كبارين. غادي نبدا نخلط ونجمع الخليط ديالي على هذا الشكل هذا. هنايا الا شفتوا ما تجمعش معكم تقدروا تزيدوا الشوكولات حتى تجمع معكم العجين. صافي كنبقاو نضيفوا بشويه بشويه حنايا كنجمعوا العجين ديالنا. صافي هنايا كيف ما كتشوفوا غادي نستعمل هاد القوالب هادو. هنايا عندي هنايا اللوز انا عندي مهرمش يعني كان عندي متوفر وقلت غادي نعملو يعني على حسب نتوما شنو عملتو يعني في الخليط ديالكم. بعد ما ها هو من بعد ما جمعته وتجمع معايا على هذا الشكل هذا يعني حتى كنقدروا نكونوا كنجمعوا بحال هكذا. عاد كنوقفوا يدنا يعني على حسب الشوكولا اللي عندكم نتوما كيجي على هذا الشكل هذا. دابا غادي نشبر هذاك الحبيبات هنايا اللي كيكونوا مدرشين غادي نعملوا منايا في القاع بحال هكذا. طبيعه الحال التزيين يعني كيبقى اختياري، بامكانكم تستغناو حتى على هذا القالب بحال هكذا وغير تكوروها غير كويرات بحال هيدا وتعملوها في الشوكولات وتعدلوها في الكويرطات ديالها عادي جدا. وهنايا كنكون دوبت هنايا الشوكولا ديالي، الشوكولات يعني على حسب النوعيه اللي بغيتو نتوما. هذا الشوكولات هذا غادي نشبر غادي نبقى نخوي غير شويه بشويه فوق هاد هنايا في الاول في الوجه ديال هاد القوالب بهذا الشكل هذا. غادي نحاول نضرب عليها بحال هيدا. هنا غادي نشبروا هاد الحلوه ديالنا غادي نكوروها بحال هيدا. غادي نعملوها فوق الشوكولات بحال هكذا وغنضغطوا عليها. صافي غادي نستمر بهذه الكيفيه حتى نكمل هاد الوحده ديالي كامله على هاد الشكل هذا. بامكانكم تخليوها غير هكذا ما تزيدوا لها حتى حاجه. دابا غادي نعمل واحد شويه ديال الشوكولاتي من هنايا على النبيره تتماسك معنا واحد شويه وتجمد معنا واحد شويه. وهنايا كندوزو عليها بالموس باش كنزولوا ديك الزوائد ديال الشوكولات اللي بقاونا من فوقي. وهنايا في هذا القالب هذا الثاني غادي نعمل الحلوه ديالنا هي الاولانيه، عاد غادي نعمل شوكولاتي من فوق. يعني نتوما كتفنوا في الحلوه ديالكم كيف ما بغيتو نتوما. صافي كيف ما كتشوفوا هنايا غادي نعمل شوكولاتي يعني من فوقي. صافي هنايا كيف ما كتشوفوا بعد ما خرجناهم من الثلاجه كنزولوهم هكذا من داك القوالب ديالهم وكنحطوهم. صراحه كيجيو فنين كيجيو بواحد المنظر رائع مزيون بزاف بزاف. ومن بعد غادي نعملوهم في الكويغطاس ديالهم باش نقدروا نتحكموا فيهم ونهزوهم حيت راه الشوكولاتي. وهاد الحلوى هذه خصنا نحتفظوا بها نعملوها في واحد الطويصه ونخشوها في النبيره نخليوها في النبيره احسن واحسن. وصافي كانت هذه الحلوه ديال العيد ديالنا. كنتمنى من كل قلبي تعجبكم وتجربوها والصراحه كتجي سهله ومهله وما كتديش الوقت. وهادو زوقتهم اخرين خليتهم عاديين كيف ما كانوا بديك اللوز اللي عملت لهم. وهادو عملت لهم واحد الخطيطات هكذا بواحد الكولور احمر ورشيت لهم الوجه ديالهم بشويش ديال اللوز. وصافي وكانت الحلوه ديالنا واجده. كنا وصلنا لنهايه الفيديو ان شاء الله حتى الفيديو الاخر ان شاء الله يا ربي في امان الله.